السلام عليكم يا شباب واهلا بيكم في فيديو جديد. الفيديو ده هنتكلم عن اللاي اوت جريد. هنعمل مع بعض ريسبونسيف جريدز للديسكتوب وللموبايل وللتابلت، وهنعرف ليه يفضل ان احنا دايما نشتغل على اقل عرض ممكن في الديزاينز بتاعتنا، وبرضه هنعرف ازاي الجريد بتساعدنا ان احنا نطلع ديزاين كونسيستنت وشكله بروفيشنال. فيلا بينا نشوف مع بعض ايه هو اللاي اوت جريد وازاي نستخدمه في فيجما. طيب، احنا دلوقتي هنبتدي نعمل الجريدز بتاعتنا. زي ما انتم شايفين كده انا عملت قدامي 3 فريمز، واحد للديسكتوب واحد للتابلت وواحد للموبايل. خلينا نبتدي الاول بالديسكتوب. عملت فريم العرض بتاعه 1440 اللي نقدر نجيبه من هنا من عند الفريمز، نختار ديسكتوب في ال 1440 باي 1024. ممكن نشتغل بيه دوت للديسكتوب. هنسلكت الفريم زي ما احنا شايفين قدامنا هنا، هنيجي عند الرايت سايد بار هنلاقي في لاي اوت جريد. هندوس على لاي اوت جريد وهنيجي عند الايكون دي كده ندوس عليها، هنلاقي اول دروب داون قدامنا كده مكتوب جريد، هندوس عليها. بعد كده اول حاجه هنعملها الكولومز، هنختار كولومز. الكاونت انا هختاره 12. ليه انا اخترت الكاونت 12؟ ببساطه شديده جدا لان ال 12 كولومز هيتيحوا لينا ان احنا نعمل تقسيمات متنوعة أكتر. يعني ال 12 مثلا ممكن نعمل سيكشن على جزئين، ممكن نعمل سيكشن على 3 أجزاء، ممكن نعمل سيكشن على 4 أجزاء، ممكن نعمل سيكشن على 6 أجزاء. فال 12 كولومز بيبقوا فيهم فلكسبيليتي عالية جدا إن احنا نقدر نديزاين بالطريقة اللي احنا عايزينها ونعمل يعني اكتر من تقسيمه، وده طبعا بيبقى مفيد جدا بالنسبه لنا. فال 12 كولومز بالنسبه للديسكتوب ممتازين جدا جدا يعني. فزي ما قلنا الكاونت بتاع الكولومز هنخليه 12. هنيجي عند المارجن. طيب المارجن هو المسافه اللي بره الجريد بتاعتي. يعني احنا هنعتبر ان الجريد دلوقتي اللي اتعملت ال 12 كولومز دول هم واخدين السكرين كلها، هنعتبر ان السكرين دي هي الجريد بتاعي. ال الاحرف بقى دي كل ما هزود في المارجن كل ما هتبتدي ايه توسع الاحرف. زي ما احنا شايفين كده قدامنا اهو، كل ما زاد عدد المارجن دي بالبكسل على فكره، يعني هو كده في 155 بكسل يمين و155 بكسل شمال اللي هي المنطقه الفاضيه دي كده. فكل ما بزود او بنقص بتحكم في بيضغط الكونتينر بتاع الكونتنت بتاعي، فممكن اقلله او ازوده من المارجن طول ما انا طبعا عاملها الستريتش. وهقول لكم طبعا ليه احنا عاملينها ستريتش. هو السبب لان احنا عايزين نعمل الجريد بتاعتنا ريسبونسيف، وهنعرف دلوقتي ازاي. تعالوا نقول مثلا 156، وده طبعا ده اللي انا بفضله. ليه؟ هو بيديني 1128 بكسل ككونتنت ويدث يعني، وده انا بفضله شخصيا. طبعا هو مفيش حاجه هنا اسينشال او حاجه اساسيه ان هي تتعمل عادي. انت ممكن تلعب في العرض ده على حسب الريكويرمنتس او على حسب التظبيطه اللي انت بتظبطها للبروجكت بتاعك. مفيش حاجه لازم تحصل، هو كل واحد بيعمل الانسب بالنسبه له. بس المهم هي حته ان هم يبقوا 12 كولوم بحيث التوزيعه نفسها بتاعت الكونتنت نقدر نعمل العدد اللي احنا عايزينه. الجاتر هو المسافه بين كل كولوم والتاني، المسافه اللي هي هنا دي كده، المسافه دي الجاتر. لو احنا شايفين دلوقتي هي 20 بكسل. ليه 20 بكسل؟ لان احنا لو جينا على الفريم الرئيسي دلوقتي هنلاقي ان الجاتر 20، فدي المسافه اللي بين الكولوم ده والكولوم ده. الجاتر احنا بنحطها على اساس السبيسنج سيستم اللي احنا ماشيين عليه. لو 4 بوينت جريد لازم تقبل الاسم على الاربعه، لو 8 بوينت جريد تقبل الاسم على الثمانيه. فمثلا هو دلوقتي 20 مش هينفع تمشي في ال 8 بوينت جريد لان هي ما تقبلش الاسم على الثمانيه، بس ينفع تمشي في ال 4 بوينت جريد. فانت لو ماشي بال 4 بوينت جريد سيستم ممكن تمشي تحط الجاتر ب 20 بكسل. يعني لو بتستخدم ال 8 بوينت جريد فممكن تبقى 16 24 32 على حسب. انما لو 4 ممكن 20 تمام، 16 تمام، 24 تمام. انا شخصيا بستخدم 4 بوينت جريد، بس الجاتر بالنسبه لي بفضل دايما ان هي تبقى 24 بكسل. فزي ما قلنا يعني مفيش حاجه هنا ريستريكتد مثلا او حاجه لازم نمشي عليها، كل واحد بحسب ما بيرتاح هو بيصمم ازاي. يعني هو كله بيبقى في الاخر في المعقول، يعني في رينج سبيسنج معين، مفيش حاجه بتبقى كبيره قوي او صغيره قوي. يعني من 16 ل 32 مثلا ده اعتقد الرينج الطبيعي يعني. طيب كده احنا خلصنا الكولومز بتاعه الديسكتوب. نعمل بقى الروز. هنعمل جريد جديده وهنيجي برضو نفس الكلام، هنغير جريد دي نخليها روز. الكاونت هي يعني يستحسن تحط رقم كبير 1000 وفيما فوق مثلا، بحيث ان انت كده كده الصفحه هتطول شويه، ف يعني تبقى موجوده معاك وقت ما تطول الصفحه. يعني التايب بتاعها هيبقى توب، مش عايزينه ستريتش. الهايت هو طول الرو نفسه، فهنخليها انا مثلا بستخدم 4 بوينت جريد سيستم فهخليها 4، والجاتر هخليه 4. الروز ميزتها في ان احنا لما بنيجي نحط اي اوبجكت بيسناب على الخطوط العرضيه اللي انا حاططها دي بطريقه
بارقام معينه، بهايت او بسايز معين، بيبقى ديفيزبل على السبيسنج سيستم بتاعي. يعني انا دلوقتي مثلا حطيت 140، هو سناب اصلا على 140، يعني انا مش قاصد يعني لو عملت كده مثلا هي دلوقتي بقت 88، هي 88 تقبل اسم على الاربعه طالما انا ماشي بالفور بوينت جريد سيستم، 52 تقبل اسم على الاربعه. خلاص هو وقت ما بيجي عند الروز دي بيسناب، فخلاص انا ببقى عارف ان هو مثلا دلوقتي بقى 116 تقبل اسم على الاربعه عادي جدا. لو جيت مثلا هنا اول ما سناب بقت 108 برضه تقبل اسم على الاربعه. فهي دي ميزه الروز، يعني ان هو بيوفر عليا برضه ان انا خلاص انا ضامن ارقامي divisible by 4. كلام جميل. كده احنا خلصنا الجريد بتاعه الديسكتوب. طيب تعالوا بقى نشوف كده يعني اشكال الحاجه اللي هنعملها او السكشنز بتاعتنا هتبقى عامله ازاي. لو زي ما قلنا كده ممكن مثلا هنا نعمل التو سيكشنز زي ما احنا شايفين كده، هي قبلت اهي تو سيكشنز بالظبط. طيب انا بقى حطيت دلوقتي مثلا سيكشن هو قسمته على حاجتين، مثلا هنا هيبقى كونتنت وهنا صوره مثلا. طيب انا عايز اشوف بقى يعني الوضع كده بقى الرؤيه صعبه جدا، فممكن ادوس شيفت جي علشان اخفي الجريد بتاعتي واعرف بقى اشوف الكونتنت بوضوح كده واعرف اظبط الديزاين بتاعي. بعد كده وقت ما اجي ابوزيشن حاجه تاني او اكريت حاجه جديده بدوس شيفت جي كمان عشان ترجع لي تاني على السكرين بتاعتي. طيب كده احنا شفنا جزئين اهو. طيب احنا ممكن بقى نعمل ايه؟ يعني لو جينا هنا مثلا خليناها 24 بمنتهى السهوله هي بتيجي، لو خدنا 4 كولومز مثلا هيتحطوا جنب بعض عادي تمام. طيب ايه كمان ممكن يحصل؟ زي ما احنا شايفين اهو، ممكن مثلا لو خليناها 3 كولومز مثلا، كل ريكتانجل اتحط في 3 كولومز ادي عمل 4 اجزاء. في حاجه كمان للوجوز، مثلا لو احنا بنحط لوجوز شركات او حاجه او بارتنرز او كده في الويب سايت بتاعنا، برضو ممكن ناخد 2 كولومز لكل واحد بما يعادل 6 لوجوز. طيب انا قصدي بقى ان ممكن يبقى في 6 كونتينرز الكونتنت، او 4 كونتينرز الكونتنت، او 3 كونتينرز الكونتنت، او 2 او 1 طبعا لو هنحط الهيدر هنا. مثلا الهيدر بتاعنا لو هيبقى فوق كده ننزل بقى دول كده. طيب احنا ليه عملنا الجريد بتاعتنا ستريتش؟ انا لو جيت هنا عملت دول كده اوتو لاي اوت، وجيت ده خليته ليفت ورايت، طبعا كل ده هنكفره في الريسبونسيف ديزاين، انا بس عشان عايز اوريكم كده الدنيا هتمشي ازاي. يعني لو جينا عملنا دول في الكونتينر، حطينا دول اوتو لاي اوت، عملناهم في الكونتينر، خدنا كل دول خليناهم ليفت رايت. لو انا جيت دلوقتي قللت الويدث بتاع الفريم بتاعي، بصوا ايه اللي هيحصل للكونتنت وبصوا ايه اللي هيحصل للجريد كمان. هنلاقي ان الكونتنت بتاعنا والجريد الاتنين بقوا ريسبونسيف، مش هحتاج ان انا اعدل في الجريد خالص لو انا زودت او قللت في الويدث بتاع الفريم بتاعي. فدي ميزه ان احنا بنعمل الجريد ستريتش، دي اول ميزه ان احنا بنعمل الجريد ستريتش عشان لو غيرنا في الويدث بتاع الفريم مفيش حاجه هتتغير. دي حاجه. الحاجه التانية بقى هي اللي احنا هنشوفها لما نيجي نخش على التابلت دلوقتي. هنسلكت الاول بس الفريم بتاعنا وبعد كده طيب احنا ممكن بما اننا هنعمل مثلا كذا سكرين للديسكتوب، كذا سكرين للتابلت، كذا سكرين للموبايل، ممكن نسيف الجريد دي بحيث ان احنا مش كل مره ناخدها كوبي بيست مثلا تبقى موجوده عندنا على طول في اللايبراري بتاعتنا في البروجكت ده. فممكن نيجي عند اللاي اوت جريد هنا ندوس على الاربع مربعات دي اللي هنلاقي مكتوب ستايل، هندوس عليها. بعد كده هنيجي عند البلس دي ندوس كرييت ستايل، بعد كده نكتب مثلا وليكن دي هتبقى الديسكتوب مثلا. لو دوسنا كرييت ستايل خلاص هي كده موجوده الديسكتوب متسيفه الروز والكولمز، مش هحتاج ان انا اخدها كوبي بيست لو هعمل فريم جديد للديسكتوب بتاعي. طيب نيجي بقى للتابلت. التابلت هنا انا عامله 744 وده تقريبا نفس السايز اللي هنلاقيه في الايباد ميني 8.3 ده، هو 744. طبعا هو ريكومندد 756 بس يعني خلاص طالما في حاجة أقل الأفضل دايما إن احنا نستخدم الحاجة الأقل في الويدث. ليه؟ لأن احنا لو ما عملناش كده هتبقى مشكلة كبيرة جدا إن احنا نحط حاجة في الاتجاه الأفقي بالذات وبعد كده نفاجأ إن في سايزز أقل من كده بكتير في العرض. فلو ده حصل خصوصا في الموبايل بالذات، من الافضل ان احنا دايما ناخد اقل حاجه ممكنه، بحيث ان احنا لو حطينا حاجات جنب بعض واحنا بنصمم في شاشات كبيره هيحصل مشكله كبيره جدا لما الشاشات دي عرضها يصغر، لان ده هيضغط الحاجه اللي احنا حاطينها جنب بعض، فالبوزيشننج هيبقى غلط او في مشكله هتحصل عموما في الديزاين مش هيطلع زي ما احنا عاملينه. فالافضل دايما ان احنا نشوف ايه اقل حاجه ممكنه ان احنا نصمم ليها، بحيث ان هي عمرها ما هتصغر، هي ممكن هتزيد وده مش هيعمل لنا اي مشكله ولكن هي عمرها ما هتصغر. فاحنا عندنا هنا التابلت 744 ويدث، احنا المفروض اصلا
طيب نخش نجيبها من جوه للاسف عشان احنا نسينا نعملها كوبي قبل ما نسيفها. وبعد كده نيجي عند التابلت ندوس بيست. برضو دي كمان ميزه من مزايا الستريتش، ان احنا هناخدها معانا بقى في كل حاجه وهنغير بس تغييرات بسيطه جدا. هنيجي عند التابلت، هنيجي عند الكولومز ندوس عليها. التابلت مش محتاج 12 كولومز خالص طبعا لصغر حجم السكرين، احنا ممكن نخليه 8 يبقى 8 كولومز بس. وبرده بالنسبه للجاتر ممكن نقلل شويه، يعني بدل 24 مثلا نخليها 16. وبالنسبه للمارجن برضو مش محتاجين خالص 156، ممكن نخليها مثلا 32. فاصبح بالنسبه لي هو ده الوضع في التابلت. الوضع ده بقى هيقبل يا سكشنين يا سكشن واحد. يعني ممكن لو لوجوز يقبل 4 مثلا، يعني مثلا لو هنعتبر دي اللوجوز مثلا او البارتنرز، لو حطيناها يعني لو جينا حطيناها هنا كده وقلنا مثلا ان هي 16، هي مش تقبل الا 4 بس. كان بقى نريسايز كده ونشيل 2 مثلا، خلاص هي كده خدت 4 زي الفل قوي. كل 2 columns حطينا فيهم واحد. وزي ما قلنا التابلت ممكن بقى نحط فيه ال 2 sections، يعني ممكن نعملهم كده 16 ونجيبهم كده، ممكن نخلي دول فل. تمام. ممكن برضو عند التابلت نسيف زي ما عملنا بالظبط كده في اللاyout جريد، ندوس على البلس هنا ونعمل مثلا وليكن دي للتابلت، نسيفها كده بقت عندي. ممكن احطها لاي سكرين تاني للتابلت ديزاين بتاعي. اجي بقى عند الموبايل. الموبايل انا عامله 360، فالموبايل ديزاين هناخد له برضو نفس الموبايل هناخد له برضو نفس الجريد، مفيش مشكلة خالص. هنعملها بيست هنا، ولكن طبعا مش هنحتاج 8 كولومز الموبايل، هنحتاج 4 كولومز. والمارجن يفضل بما ان هي يعني صغيرة جدا السكرين بتاعتنا، ممكن نخليها برضو 16 بيكسل عرض. الموبايل ممكن ياخد بقى لو قلنا مثلا حتة اللوجوز دي او اي حاجة صغيرة كده، هياخد طبعا 2 بس، مش هياخد اكتر من كده. زي ما احنا شايفين هنا خد 4، هنا خد 6، هنا خد 4، هنا بالكتير قوي ياخد 2. طيب وفي حاجة بقى نسيت اقول لكم عليها، ان احنا ممكن نيجي هنا عند الكويك اكشنز. كويك اكشنز دي لو احنا محتاجين ندور على اي حاجة في فيجما مثلا سيتنج او كده، نختار نودج اماونت. انا كنت اوريدي فتحتها قبل كده. السمول نودج دي هي مثلا لو انا جيت عملت ريكتانجل كده، السمول نودج هي اللي انا ادوسها الواحده. يعني هو دلوقتي عندي هنا 193 على الواي اكسس، لو دوست مره هيبقى 194، دوست مره 195، دي السمول نودج. الفول نودج هي الشيفت وبدوس، هي باي ديفولت بتبقى 10. يعني هو دلوقتي 205، لو دوست مره كمان هيبقى 215، لو دوست مره كمان يبقى 225. فانا لو انا مثلا شغال ب 4 بوينت جريد وحابب ان انا اخليها مثلا 4 بيكسلز، بحيث ان انا لو عامل الحاجه في بوزيشن معين بيزد على السبيسنج سيستم بتاعي، لو دوست مره كمان هيحركها بس على حسب الجريد البوينتس اللي انا عاملها ك4 او 8 او ايا كان السبيسنج سيستم اللي انا شغال عليه. فزي ما احنا شايفين كده، لو انا مثلا خليتها 232، لو دوست مره كمان بشيفت هيبقى 236، 40، 44، 48 وهكذا. وعندي هنا زي ما احنا شايفين في الديزاين اللي قدامي ده ماشي على نفس الجريد سيستم اللي احنا عملناه في البيج بتاعه الاكسبلانيشن. عندي الهيرو سيكشن متقسم الى جزئين، كل جزء واخد 6 كولومز. طبعا بالنسبه لنا يا جماعه مش اساسي او essential بالنسبه لنا ان احنا نستخدم الجريد بالطريقه دي. يعني مش لازم مثلا كل هيرو سيكشن يبقى موجود بالشكل ده. احنا ممكن عادي نخلي الصور بالذات تطلع بره الجريد، يعني ممكن نكسر الجريد في حالات معينة. ولكن يفضل ان دايما الكونتنت اللي بيبقى فيه تكست او كده ما يبقاش عشوائي، ما يبقاش محطوط عشوائي. ودي بتبقى ميزة الجريد، ان هي بتخلي لي الكونتنت بتاعي خصوصا الحاجات اللي بيبقى فيها تكست او كده بتبقى محددة في حتت معينة، بحيث ان ما يبقاش فيه اي تشتيت. لو الحاجة دي مثلا خارجة بره والحاجة دي داخلة جوه، مبقاش فيه اي عشوائية، يبقى فيه تنظيم محترم جدا. الحاجات اللي فيها جرافيكس او كده ممكن عادي نكسر بيها الجريد ونطلع بره الجريد، مفيش مشكله خالص. الموضوع فعلا برضو فيه فلكسبيليتي الى حد ما. لازم برضو نبقى فاهمين ان مش لازم كل حاجه في الديزاين تبقى ماشيه على الجريد بتاعنا. يعني مثلا انا
هنا عامل الكونتينر بس هو اللي محدد بيه الشكل نفسه بتاع الجريد، ولكن الكونتنت اللي جواه مش لازم خالص ان هو يتبع الجريد. زي مثلا هنا التكست مثلا جوه هو مش ماشي مع الجريد، احنا مستحيل هنمشي كل حاجه في الديزاين بتاعنا مع اي كولوم او اي رو، فما فيش مشكله خالص من كده. انما الفكره كلها في الكونتينرز نفسها اللي بتحتوي عليها الحاجه، او التقسيمه نفسها اللي انا بعمل بيها التصميم بتاعي. وان شاء الله في الفيديو اللي جاي هنتكلم بقى عن responsive designs، ونعرف ليه نخلي ديزاينز responsive على فيجما، وهنتكلم عن البريك بوينتس، وبرضه هنعمل ان شاء الله ديزاين بسيط كده ونحوله مع بعض لتابلت ولموبايل زي ما احنا شايفين قدامنا، ولكن هيبقى الموضوع من الاول خالص باذن الله. وبكده نكون خلصنا الفيديو بتاعنا عن الجريد لاي اوت. لو استفدتوا من الفيديو ممكن تعملوا لايك وشير. لو حابين تشوفوا فيديوهات اكتر عن الفيجما توتوريالز ممكن تعملوا سبسكرايب للقناة. ان شاء الله الفترة الجاية هيبقى فيها توتوريالز اكتر وحاجات برضو ان شاء الله هنعملها ليها علاقة باليو اي وباليو اكس، وهنبراكتس مع بعض اكيد في الفترة الجاية حاجات كتير. اتمنى تكونوا استفدتوا. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم.